مالك يا حزين؟ مبقتش فاهم. كنت زمان بصلي بخشوع، كنت بحس بالصلاة، كنت بحس بقرب من ربنا، بحب أسمع قرآن. دلوقتي بقيت بصلي وخلاص، حتى الدعاء قلبي مبقاش حاسس بيه. عارف ليه؟ عشان قلبك يا صاحبي اتعلق بالدنيا أكتر ما اتعلق بربنا. نسيت إن الإيمان بيضعف ولازم يتجدد زي ما النبي قال. بس أنا لسه بصلي، مش كفاية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يعني الإيمان ممكن يتهالك، لازم تسقيه دايما بالقرآن، بالذكر، بالصحبة الصالحة. وارجع ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثيرا منهم فاسقون. رجوعك يبدأ بصدقك مع نفسك. لما تعترف إنك محتاج تتغير، ابدأ بخطوة بسيطة، ركعتين بالليل.